هذا التوأم تزوجوا توأما آخرا، على الرغم من أن الأطباء حذروهم وقالوا لهم أن هذا خطير، لكنهم لم يستمعوا لكلام الأطباء وتزوجوا. ولكن بعدما أنجبوا أطفالا وجد الأطباء شيئا صدم الجميع. هذا التوأم يدعى بريتني وبريانا، يعملون كل شيء مع بعض، درسوا في نفس كلية الحقوق، وحصلوا على نفس الدرجات في المواد، وتخرجوا في نفس اليوم، واشتغلوا في نفس شركة القانون، وعندما يعودون من العمل ينامون في نفس السرير. بعد مدة تعرفوا على توأم آخر يدعى كوش وجيرمي. وقع جيرمي في حب بريتني، بينما كوش وقع في حب بريانا، وبقي مع بعضهم لمدة 2 وبعدها عرضوا عليهم للزواج. ولكن المفاجأة أنهم عرضوا عليهم الزواج في نفس الوقت، وتزوجوا في نفس الوقت، ونظموا حفل زفاف واحد. وبعد الزواج عاش التوأم الأربعة في منزل واحد، وكانوا يعيشون حياة سعيدة مع بعضهم، حيث كانوا يحبون بعضهم البعض. وكان التوأم كوش وجيرمي يعشقون كرة السلة، أما بريتني وبريانا فهوايتهم هي الرقص. وبعد مدة وجيزة حمل التوأم في نفس الوقت، وبعد الفحص الطبي تبين أن التوأم كل منهما حامل بولد، فكانوا يزورون الطبيب كل أسبوع لكي يتأكدوا من أن مراحل الحمل تسير بشكل جيد. أما في الجهة الأخرى فكان التوأم كوش وجيرمي سعيدان جدا لأنهما سيصبحان أبوين. وبعد 9 شهور من الحمل جاءهم الوجع في نفس اليوم، ومن المفترض أن الأطفال الذي سيخلفونهم سيكونون أبناء العم. ولكن بعد الولادة وجد الأطباء شيئا غريبا جدا يكاد لا يصدق، حيث وجدوا تطابقا غريبا في الجينات بين الطفلين. فطفل بريتني يمتلك نفس جينات طفل بريانا. صدم التوأم الأربعة من هذا الأمر، وكانوا في حيرة من أمرهم، فقرروا أن يسجلونهم على أساس أنهم إخوة وليسوا أبناء عم، رغم أن كل طفل منهم من أب وأم مختلفين. وبعد هذا اشتهرت قصتهم بشكل كبير، وأصبحت حديث الكل، واستضافتهم العديد من البرامج العالمية، وأعجب الجميع بأسلوب حياتهم الرائع وقصتهم الغريبة. ولديهم أكثر من 200,000 متابع على منصة انستغرام، حيث ينشرون يومياتهم وحياتهم الخاصة هناك. ورغم أن التوأم الأربعة يعيشون في بيت واحد، ولكن كل زوج مستقل في حياته الزوجية، حيث أن التوأم جيرمي في أحد اللقاءات التلفزيونية صرح وقال: يسألنا البعض من وقت لآخر إن كان كل زوج منا مستقلا في حياته، ونؤكد لهم دائما أننا نعيش حياة مستقلة على الرغم من أننا نقيم في منزل واحد. لوهنة قد تشك في صحة هذه القصة، ولكنها قصة حقيقية رغم صعوبة العقل في تصديقها. ولا شك أن مجموعة من الأسئلة تدور في رأسك الآن، فلا تبخل بكتابتها في التعليقات.